في الأسبوع ده جيت عشان أفتح أكونت البيهانس وأشوف إيه الدنيا فيه، لقيته حرفيا بيطلع تراب من كتر ما أنا مش مهتم. فأخدت شوية وقت أفكر إزاي أطور من البيهانس بتاعي، وجمعت كل التريكات اللي هتساعدني في إن أخلي الأكونت احترافي، وقلت ليه مشاركش معاكم التريكات دي. فلو أنت مهتم تعرف إيه هي اتفرج على الفيديو للآخر، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وانزل بالانترو. أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم. الGIF أو الصورة المتحركة اللي زي كده واحدة من أكتر الحاجات اللي بتشد العين، وبالذات لو عملت تصميم فوتو مانيبيوليشن. وعشان تعملها بتروح على قائمة ويندو وتختار منها التايم لاين، وبتعلم من هنا على الاختيار بتاع الفريم انيميشن، وبتبدأ دلوقتي تقفل كل اللايرز بتاعة المشروع لحد ما بيكون أول فريم فاضي معاك بالشكل ده. بتدوس هنا عشان تعمل فريم جديد وتبدأ تفتح فيه اللايرز اللي عايزة تظهر، وبعد ما تخلص بتفتح فريم جديد وتضيف فيه لاير كمان، وهكذا لحد ما تخلص كل اللايرز اللي عندك. وبعد ما بتخلص ده بيكون شكلها، وممكن تشغلها من هنا. ولو عايز تعمل لها سيف بتدوس على Ctrl Alt Shift S عشان تفتح معاك الويندو دي. بتتأكد من هنا ان الصيغة اللي هتتسيف بيها هي ال GIF، وبعد كده تعمل لها سيف، ودي هتكون النتيجة النهائية. طيب السلايدر بتاع البيفور والافتر ده واحد من الحاجات المهمة جدا تكون موجودة في البروجكت بتاعك على بيهانس، لانها بتبين قد ايه انت تعبت في الديزاين وحولته من لا شيء لحاجة فعلا. وعشان تعمله بتروح على الموقع ده، وهتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. ببساطة بتدوس على الزرار ده وبينزلك هنا، وهنا بتحط الصورة اللي هتظهر على الشمال. ولازم يكون عندك ايميل على دروب بوكس عشان ترفع عليه الصور، وممكن ان انت تربطه باكونت الجيميل عادي جدا. بعد ما تخلص هترفع الصور عليه وتختارها من هنا، وهتروح على الرايت ايمج وترفع برضو الصورة وتختارها بالشكل ده. بعد ما تخلص هتنزل تحت وهتلاقيها اتطبقت معاك. وعشان تحطها على بيهانس هتفتح بروجكت جديد وهتدوس على امبيدد اللي موجودة هنا او على الجنب. هتلاقي انه بيطلب منك انك تحط كود، فهتروح على الموقع وتدوس على ببلش. هتلاقي الكود موجود تحت، هتعمل له كوبي وترجع تعمل له بيست هنا. ومش بس كده، انت ممكن تعمل صورة GIF بشكل تاني على الموقع عن طريق انك تختار GIF من هنا. ممكن انك تحط الصورتين دراج اند دروب عادي، مش شرط تحطهم على دروب بوكس، وتدوس من هنا على جنريت، وهتلاقي انها اتعملت معاك بكل سهولة. طيب لو انت متعرفش، فانت عندك محاولتين مجانيين كل يوم على موقع فريبيك تقدر تعلي بيهم الكواليتي بتاعت اي صورة عندك في ثواني. وده عن طريق انك هتروح على اب سكيل من هنا، وهتلاقي انه فتح معاك بالشكل ده. ومن هنا هتعمل ابلود للصورة اللي عايز تعلي الكواليتي بتاعها. بعد ما حطينا الصورة بالشكل ده يفضل تكتب للموقع شرح بسيط للصورة عشان يديك نتيجة كويسة. فانا هنا كتبت ان ده رجل جليد وراه خلفية من الجليد عادي، ودوست اب سكيل. هيحمل شوية وفي النهاية هتبقى دي النتيجة. هتلاقي انه اداك نتيجة جامدة جدا، وكمان ضافلك تفاصيل اكتر للصورة. ولو عايز تحملها بتدوس على الزرار ده. بتلاحظ دايما المشاريع البيهانس الاحترافية بتبقى السلايدز بتاعتها ماشية تحت بعضها بالشكل ده. فلو عايز تعرف ازاي ده بيتعمل اتفرج للآخر. الموضوع ببساطة انك بتعمل نيو بروجكت، واهم حاجة تخلي العرض 1400 بكسل لان ده المناسب للبيهانس، والطول مش هتفرق خالص. ومهم برضو انك تعلم على الاختيار بتاع الارت بورد ده، وهتعرف ليه دلوقتي. بعد ما يفتح معانا المشروع بالشكل ده، لو عايزين إننا نطول المشروع اكتر شوية واحنا شغالين هنعمل ايه؟ فبكل بساطة بنقف على الارت بورد ونبدأ نشد لتحت لحد ما نوصل للطول اللي احنا محتاجينه. طيب بعد ما نخلص المشروع اكيد مش هنعمل اكسبورت للصورة كلها بالشكل ده، لان لما نرفعها على بيهانس هتاخد وقت كبير والكواليتي بتاعتها هتقل. فالحل اننا نقسم المشروع لصور صغيرة ونبدأ نعمل اكسبورت لكل صورة لوحدها. وده هنعمله عن طريق اننا نجيب اداة المسطرة ونحدد نهاية كل صورة معانا، وده هيكون شكلها في الاخر. هنروح دلوقتي على اداة السلايس تول من هنا، وهندوس على سلايس فروم جايدز، وهنلاقي انه قص كل صورة واداها رقم بالشكل ده. ونروح دلوقتي على قائمة فايل ونختار اكسبورت، ومنها سيف فور ويب. ونتأكد من هنا ان احنا عاملين الاختيارين على PNG 24 عشان نضمن ان هي تطلع الصور بأعلى كواليتي. وبعد ما نخلص هنعمل لها سيف.
ودلوقتي لو عايزين نضيف فيديو في مشروع البيهانس، هنا هيكون عندنا نوعين من الفيديوهات. لو فيديو عادي عندك فبتدوس على فيديو اوديو دي وتجيب الفيديو من عندك على الجهاز عادي جدا. انما لو فيديو يوتيوب هندوس على امبيدد وهيطلب منك الكود، وعشان تجيب الكود هتروح على فيديو اليوتيوب اللي عايز تضيفه وهتدوس على شير ومنها امبيدد، وهتلاقي الكود ظهر معاك بالشكل ده. هتعمل له كوبي وترجع تاني هنا عشان تعمل له بيست، وهتلاقي ان الفيديو ظهر معاك بالشكل ده. وكمان هتلاقي انك ممكن تتحكم فيه عادي اكنك على اليوتيوب. ولو عايز الفيديو يظهر من غير ادوات التحكم اللي تحت دي، فبتيجي من هنا وبتقفل الاختيار بتاع البلاير كنترولز، ولو جيت عملت كوبي ورحت عملت بيست تاني، هتلاقي ان الفيديو ظهر معانا من غير اي ادوات تحكم. طيب في التركية دي انا عايز بس اوضح لك اهمية الثامبنيل او الصورة المصغرة بتاعت البروجكت بتاعك، وعشان كده جبت لك كل المشاريع الاعلى فيوز على بيهانس وهعرفك عملت كده ازاي في التركية الجاية. المهم دلوقتي انك تلاحظ ان معظم الصور المصغرة شكلها بسيط جدا ومتاخدة من البروجكت نفسه، والاهم من كل ده ان مفيهاش تكست او اي حاجة تعمل دوشة للمشاهد. من الاخر بتنقي افضل صورة عندك في المشروع وتكون في نفس الوقت بتعبر عن البروجكت كله. نيجي بقى دلوقتي لأهم تركاية معانا النهاردة، وهي الهاشتاجات، واللي من غيرها تقريبا البروجكت بتاعك مش هيوصل لحد. والموضوع ببساطة هيعتمد على اننا هنشوف البروجكتات الناجحة على بيهانس استخدموا هاشتاجات ايه ونعمل زيهم، وعشان نوصل لهم هنعمل سيرش من هنا على الحاجة اللي هنعمل عنها البروجكت. مثلا انا هختار برجر، والسورت هنا هنخليه most view، ونخلي الكرييتيف فيلد advertising. هتلاقيه جاب لنا كل المشاريع الناجحة واللي محققة فيوز عالية على بيهانس. هننقي مثلا البروجكت ده ونفتحه ونعمل سكرول لحد ما نوصل للهاشتاجات اللي استخدمها من هنا. ممكن برضو نفتح بروجكت تاني وننزل لحد ما نلاقي كل الهاشتاجات اللي استخدمها، وممكن تاخدها كريفرنس ليك لما تيجي تعمل الهاشتاجات بتاعت البروجكت بتاعك. ونيجي دلوقتي لأهم تركاية معانا، وهي الفلو بتاع العناصر في المشروع. وخليني اقولك انها من اهم الحاجات اللي لازم تكون متظبطة عندك في البروجكت عشان تعرف تجذب الناس انها تكمل المشروع للاخر وتعمله ابريشيشن. وطبعا حاجة بالاهمية دي اكيد محتاجة حلقة كاملة نتكلم عنها، عشان كده استنونا الفيديو الجاي عشان تعرفوا ازاي تعملوا فلو صح للبروجكت. ولحد كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، ولو ما عجبكش اعمل شير وكومنت. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.